نقيب الممثل. صحيح حصل مشكله. طب ما دعني حقيقيه. انت بتقولي مع مين؟ دعني انا بقول لك طب ما دعني اوضح هذا. الاستاذ اشرف زكي في برنامج 6 في 1 هو والاستاذه ريجينا ذكر قريه شبرمنت. عندي فيديوهات بهذا الكلام وعندي اعتذار لاشرف زكي. حصل، ما شفته. ذكر شبرمنت بأسوأ ما يمكن ان يذكر به اي فنان. تمام. احد الفنادق الموجوده في شبرمنت اتهم البلد وما الى ذلك، مش عاوز اخوض في الجزئيه دي. بعد ذلك قام الاستاذ اشرف زكي بالاتصال بي، ذهبت اليه وسجلت فيديو اعتذار رسمي نزل على اليوم السابع، موجود من فضلك اي حد. الفيديو معانا. الفيديو معانا عظيم. بعد ذلك مباشره طب يا بدر الاستاذ اشرف زكي وعدني، ما انا هقول لك اهو، ده من اجل قريتي. هو انا مواطن. مش بتكلم على اسم الاستاذ اشرف زكي، انا بتكلم. انا مواطن. انا بص انا هجيب لك بالترتيب. طب ما انا قلت لك انا بتكلم على الفنان سعد الصغير. اديني فرصه طبعا، اديني فرصه انتهي من قصه الاستاذ ثواني بس. بتكلم على حسن شاكوش، بتكلم على رضا البحراوي. يا زميلي اولا ما فيش مشكله ما بيني وبين رضا البحراوي، ده مش صحيح. خليني بس اتكلم على قصه نقيب الممثلين. خلاص، ما انا سمعتها دي. واعتذر في فيديو رسمي. اذا اعتذار رسمي موجود.